السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة هناخد درس جديد من دروس مادة المنطق بعنوان الأساس المنطقي للحاسوب. في البداية لازم نعرف إيه هو نظام العد الثنائي. بدأت الأول صناعة الكمبيوتر من صنع الآلات الحاسبة لحد ما وصل الكمبيوتر الرقمي اللي بين إيدينا، وعشان هو رقمي كان لازم إن احنا نحول كل اللي يتغذى عليه أو يتم إدخاله ليه عن طريق الأرقام. عشان كده بتعد الرقمنة أحد سمات حضارة اليوم. فلغة الكمبيوتر اللي بيخاطب بيها عند استقباله للبيانات ومعالجتها وبيان النتيجة ليست كاللغات البشرية، لأنها لو كانت كده لاستطعنا إن احنا نتحدث للكمبيوتر بشكل مباشر. ابتكر عندنا الرياضي المنطقي جوتفرت لبنتز نظام العد الثنائي اللي هو ما بين صفر والواحد عشان يمثل الفكر المنطقي بالاستناد للصدق والكذب. يبقى هنا عندي الواحد والصفر ده يعتبر أحد الركائز الأساسية، ويعتبر ركن أساسي من أركان الكمبيوتر. مثال على كده لما نيجي نشغل مثلا مفتاح الكهربائي بيكون ليه قيمتين اللي هي الصفر والواحد. فاحنا مثلا بنستخدم الواحد ده عند الزر على زر التشغيل، والصفر ده لما نضغط فيه عند زر الإغلاق. تاني حاجة عندنا اللي احنا بنسميها البوابات المنطقية اللي هي المدخلات والمخرجات. أوضح خبراء الذكاء الاصطناعي إن منطق جورج بول اللي هو بيمثل منطق أو دور حيوي في المكون المادي للكمبيوتر، وبيعد المعالج عندنا اللي اسمه البروسيسور أحد المكونات المادية وأهم جزء في الكمبيوتر، وبيعتمد في عمله على منطق جورج بول وبيسمى علميا بوحدة الحساب والمنطق. ووهب عندنا جورج بول الكمبيوتر ملكة العقل في صورة عدد محدود من البوابات اللي بتنفذ الإجراءات الحسابية والمنطقية الأساسية. فالبوابات عندنا المنطقية دي عبارة عن دايرة إلكترونية بسيطة لها مدخل واحد أو أكثر ولها مخرج واحد فقط. مثال على كده عندنا زي ما بنستخدم البوابات المنطقية اللي هي الواو اللي هي أند دي، وفي بعض السيارات الحديثة بتعمل محركها اللي هو بيعمل محرك السيارات لو كان حزام الأمان مربوط وقام بالتشغيل باستخدام المفاتيح. أو مثلا البوابة او ار المنطقية فبتسمى او اللي هي بتضم مدخلين ومخرج واحد وتخرج منه في بناء معظم الأجهزة الإلكترونية والحواسيب.